السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفة سهلة وبسيطة وكتجي رائعة في المذاق. وصفة اليوم غادي تكون دجاج بطريقة مختلفة، تقدروا ترافقوه مع الرز كيجي رائع. خليكم معايا باش تشوفوا المكونات وطريقة التحضير. غادي نعطيكم المكونات مع طريقه التحضير في نفس الوقت. هنا خديت كميه ديال صدر الدجاج اللي قطعته هكا مرصويات صغار، غسلته مزيان وغادي ندير له التوابل. درت شويه ديال الملح، غندير عليه سكينجبير او الزنجبيل، نديرو شويه ديال الكركم. كتبقى الكميه ديال التوابل على حساب الكميه ديال الدجاج اللي خديته. شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال الفلفل الاحمر بابريكا. من بعد غادي نزيد واحد المعلقه صغيره عامره مزيان ديال الخردل. نخلطوا هاد المكونات ونخليو هاد الدجاج جانبا يتشرب التوابل ديالو. في هاد الوقت هذا غادي ناخذ بصله كبيره ونقطعها مربعات صغار وغادي نديرها نشحرها في المقله مع شويه ديال الزيت وشويه ديال الملح. من بعد ما تشحرات هاد البصله بدات كتهبط، نزيدو عليها الدجاج. وهنا غادي نحك الفصوص ديال الثومه، شوفوا على حسب الكميه كما قلت لكم ديال الدجاج اللي غادي ديروا. صافي غادي نخلط هاد المكونات ونخلي هاد الدجاج يطيب. قبل ما يكمل الدجاج الطياب ديالو غادي نزيد عليه صلصه ديال الطماطم، مركز الطماطم. جهد معلقه كبيره تكون عامره مزيان. بالنسبه لهاد الوصفه راه دغيا كتوجد، ما كتاخذش وقت طويل. صافي هنا غادي نخلط الصلصه مزيان وغادي نزيد عليه 2 معالق كبار ديال ياغورت طبيعي دانون مسوس. نخلطو مزيان ومن بعد غادي نزيد عليه الكريمه ديال الطبخ. نخليو هاد المكونات، نخليو هاد الدجاج يغلى في ديك الكريمه، وديك الكريمه تقال واحد شويه ويكون هو كمل الطياب ديالو. صافي غادي نحيدوه فوق البوطه. انا هنا راه بقيت كنزيد في الكريمه كل شويه كنزيد حتى وحصلت على القوام اللي باغيه. ما خصهاش تكون ديك لاصوص ديالو تكون خفيفه بزاف وما تكونش ثقيله. وها هو الدجاج من بعد ما وجد كيجي على هذا الشكل. رشيت عليه انا هنا من الفوق شويه ديال المعدنوس. رافقوا هاد الدجاج مع الرز غادي يعجبكم بزاف، كيجي هاد الطبق رائع في المذاق. وكما قلت لكم في الاول سهل في التحضير دغيا كيوجد. وبالنسبه للتوابل تقدروا تزيدوا اي نوع من التوابل كيعجبكم، انا اكتفيت بالتوابل الاساسيه اللي كنديروا ديما. وهكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى وصفه اليوم تعجبكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.